ايه رأيكم لو نعمل النهاردة كيك شوكليت بس من الآخر حاجة كده تجنن خطيرة؟ ولا الارتفاع، شايفين الارتفاع قد ايه؟ هش وقطني وبجد يجنن حاجة كده من الآخر. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. سهل وبسيط جدا. هحتاج 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني تطلعيهم من التلاجة مش أقل من 10 دقايق. وهنزل عليهم كمان بكيسين من الفانيلا أو معلقة صغيرة مليانة، وكمان كوباية من زيت الذرة، كوبايتين من الحليب، و2 كوباية من السكر، ونوحد معيار الكوباية، يعني الكوباية اللي هنشتغل بيها نعمل بيها كل المقادير. تمام كده، هنضرب كويس جدا على قد ما نقدر. عايزين السكر يدوب تماما مع البيض مع المكونات التانية. تمام، ده بيكون شكله. هنزل بقى بدقيق منخول كويس جدا، 4 كوبايات من الدقيق. اهم حاجة ان احنا ننخله كويس جدا. اخر بس كوباية هنبدأ ان احنا نشيل منها معلقتين هرمية مليانين محترمين كده من الدقيق، مش عايزينهم، وهنحط مكانهم كاكاو. ده لو احنا عايزين نعملها بالشوكولاتة زي ما انا عاملاها كده. تمام. هكمل بقى الكوباية بتاعتي بالكاكاو، وبرده هنكمل نخل فيه. والنخل يا جماعة مهم جدا لنجاح اي وصفة كيك، عشان يطلع معاكي هش وقطني كده. كيس من كيك شيف او معلقة مليانة محترمة من البيكنج باودر. وهنزل كمان برشة صغيرة جدا من الملح، وابتدي ان انا اضرب كويس جدا. غيرت الطبق، انا معرفش انا بعمل في نفسي كده ليه الصراحه. كل مره احس الخليط زياده شويه. تمام كده. الصينيه بتاعتي كبيره شويه لان المقدار بتاعي كبير. تمام. هبتدي بقى اعملها بالزيت كويس جدا او بالسمنه او بالزبده. مسخنه الفرن بتاعي في المرحله دي على درجه حراره 180. وبستيك الكفته بعمل حركات دائريه زي ما انتم متعودين مني عشان الكيك يكون مستوي. ودخله الفرن في الاوسط بياخد تقريبا ساعه الا ربع وتطفي عليه. نعمل الكريمه بتاعتنا بقى، كيسين من كريم شانتيه البودره، عليهم كوباية الا ربع من المية، وهنضرب كويس جدا بالمضرب لحد ما القوام يكون كريمي وتقيل. تمام كده، مش عايزاه تقيل قوي طبعا عشان نعرف نفرده. هسيبه في التلاجة لحد ما الكيك بتاعنا يبرد تماما. نختبره بقى بالستيك بتاع الكفتة بالشكل ده. بننزله كده وبيكون تحفة. بسيبها تبرد تماما وبقلبها على الناحية التانية على شبكة التهوية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بس وانا بقلبها بقى في الصينية عملت زي تشققات كده من ناحية، بس مش مشكلة ولا بيهمنا. عملت لها فتحات كده بالستيك بتاعه الكفته علشان عايزه اسقيها بالحليب. تمام. هي بصوا حاجه شبه التريليتش كده شويه، بس تجنن بجد خطيره. تمام كده. هسقيها كويس كلها بالطريقه دي، وابتدي اطلع بقى الكريمه بتاعتنا اللي عملناها وسايبينها في التلاجة. هنبدا ان احنا نفردها بالشكل ده. عايزين طبقه كده محترمه، ما تكونش رفيعه، طبقه يعني طبقه كده مقلبصه شويه. تمام. وهسيبها بعد ما افردها كويس جدا واسويها على قد ما اقدر، واحطها برضو في التلاجة لحد ما نعمل الجنش الاخير او الطبق الاخير. احنا هنحتاج نص بس الكمية بتاعة الباكو دي على فكرة. الشوكولاتة الخام اللي هي او اللي هي بالحليب، سوري. الشوكولاتة بالحليب هنعملها مع كوباية من الحليب على النار ونسيبها تبرد تماما. ده بيكون شكلها. اهم حاجة نحطها بعد ما تبرد تماما. احنا اخدنا نص المقدار بس، يعني هاخدت نص الباكت. اوكي. تمام كده. في كيس الحلواني بقى كنت حاطه شويه من الكريمه، وهبتدي اعمل خطوط بالشكل ده. تمام كده. بغض النظر يا جماعه عن كم البلاوز بتاعتي اللي رايحه جايه على الشوكليت ما شاء الله، يعني بصوا وانا ولا خدت بالي خالص. مسحت الشوكليت معايا زي ما انتوا شايفين كده. وانا عامله نفسي مش واخده بالي. بجد تجنن. بتسيبوها بس في التلاجة مش اقل من ساعة مع كوباية الشاي بحليب او النسكافيه، واحلى مزاج. تجنن. شايفين الارتفاع عامل ازاي يا جماعة؟ الارتفاع بجد يجنن. حلو قوي قوي، من احلى الحاجات اللي ممكن فعلا تجربوها. ناجحة سهلة وبسيطة. عملت معاكم قبل كده كيكة العملاقة اللي هي الفاتحة، اللي هي بالفانيليا بس، والمرة دي عملتها معاكم بالشوكولاتة والكريمة. حاجة كده بصوا لازم تجربوها، هتدوب في البق دوبان خطيرة. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.